الاستديوهات القديمه اللي احنا كنا بنعملها، والسيت اب اللي احنا عملناه اصلا الجديد في حته ثانيه خالص. اول حاجه اللي جبناها وكان ستاند مصنوع من الفولاذ، ده هيستحمل معاك الاوكتوبوكس اللي احنا بنصور بيه، لان الاوكتوبوكس وزنها لوحدها ثقيل على الستاند الرفيع بتاع الرنج لايت، فمش لوحديهم. فنحن ثاني حاجه احنا طورناها في القناه وكانت المكتب احنا عملنا مكتب جديد، والمكتب بسم الله ما شاء الله لونه متوافق مع الاستديو ومنظره تحفه الحمد لله. وبعد كده بعد ما انت شفت المكتب اكيد محتار ان هيتحط عليه كمبيوتر ولا حاجه ثانيه. احب اقول لك ان بعد شهر من المهدي او شهر ونص بالكثير ان شاء الله هيبقى في وحش في القناه، فما تنساش تنزل تدعمنا باللايك واشتراكك الاجمد، عشان ان شاء الله الاسبوع الجاي هقول لكم ممكن ايه نجيب. لو لقيت القناه وصلت 1000 مشترك في اقل من اسبوع هقول لكم الوحش اللي حاجي للقناه حرفيا هينقل القناه في حته عاشره، مش في حته ثانيه، في حته عاشره. الوحش اللي انا هقول لكم عليه ده الاسبوع الجاي لو لقيت القناه وصلت 1000 مشترك، لو انت عايز تعرف ايه هو الوحش انزل فجر زر الاشتراك وفعل زر الجرس على الكل عشان تعرف الاسبوع الجاي ايه هو وحش القناه اللي هيضاف للقناه وهيغيرها في حته عاشره خالص. وثالث حاجه غيرناها في القناه واحنا جبنا ريم لايت الاضاءه الخلفيه، بس هي مش ولو اي حد عايز سعرها يسالني عليه تحت في التعليقات هرد عليه عادي مفيش مشكله. دي كانت اضاءه باللون الار جي بي واضاءه عادي بتنور ابيض واصفر وازرق كمان، وفيها شويه افكتات تنفع الموسيقى ورابع حاجه احنا طورناها في القناه الحافظات اللي بتشيل الاقلام والحاجات دي وبتشيل الاستيكر. ورابع وخامس حاجه سوري غيرناها في القناه وعملنا مكتبه اللي هتشيل الكراتين بتاعت الموبايلات والسماعات والتابلات وكل حاجه، وممكن تبقى مكتبه برضه نحط عليها للديكور. وسادس حاجه احنا طورناها في القناه كان شريط الليد اللي عامل زي الزجزاج. دلوقتي نحن طورنا ايه ثاني في القناه، عملنا برضه مرايه بتنور عشان برضه لتصوير السيلفي او تصوير فيديوهات الريلز هتبقى على الانستجرام والتيك توك، بصراحه تبقى خرافه. ما تنساش تنزل تسالني تحت في التعليقات على سعر اي حاجه انت عايزها اللي احنا عملناه استوديو، وده كان اصغر واقوى استوديو اتعمل في الشرق الاوسط وباقل تكلفه ان شاء الله ممكن تطلع بيها في استوديو وباعلى جوده كمان. وثامن حاجه احنا طورناها في القناه كانت الشجره اللي ورايا دي، الشجره اللي ورايا دي بدونها هتلاقي المنظر راحت الجوده اصلا. وهي تاني طورنا تعال نشوف تاني. ونسيت اقول لكم على الستاره اللي احنا جبناها دي بتبقى في الخلفيه بصراحه بتدي منظر روعه. وايه تاني احنا دورنا، والاضاءه برضو الخلفيه عندنا رينج لايت تاني في الاضاءه الخلفيه. كده احنا يكون ايه خلصنا الاضاءات بتاعتنا. لا عندنا السوفت بوكس الاوكت اللي انا قلت لكم عليه هو اللي منورني هنا، وعندنا رينج لايت تاني هنا عشان ينورني من الناحيه دي ما يبقاش في ظلال، والريم لايت للاسف اللي مش موجوده دلوقتي لانها على الشاحن. وجدنا برضو لو حد مثلا عنده مكتب وفيش الكهرباء بعيده عليه وعامل وصلات كثير ورايح وجاي ومشترك ضخم، لا حوريكم وصله في اخر الفيديو اسمها تطويله بتاجي بتركب جنب المكتب بتاعك فيها دبل فيس، بيبقى فيها 3 فتحات للفيشه، بتركب فيها 3 شواحن زي ما انت عايز. خد تعال بس انا كده عايزك، انت قاعد لحد دلوقتي وعمال تسمع ومستمتع بالاستوديو الجديد اللي اتعمل، بس انت نسيت حاجه مهمه اصلا، انت نسيت ولا تعمل لايك ولا تعمل اشتراك. انت كده زعلتني منك خلي بالك والله. انزل دلوقتي اعمل لايك واشتراكك الاجمد عشان زي ما بقول لك لو وصلنا الاسبوع الجاي 1000 مشترك هقول لك ايه هو الوحش اللي حاجي القناه وخد عندك التقييم. لو وصلنا 2000 مشترك في اسبوعين هجيب الوحش في الاسبوعين دول وهوريه لكم وهنعمل له تجربه كامله، وفيديوهات القناه هتنقل في حته عاشره خالص زي ما قلت لك. ايه تاني احنا دورنا في القناه، عندك ستاند الموبايل اللي ورايا ده ستاند خرافي الصراحه. بس كده واكون انا قلت لك ازاي عملت السيت اب بتاعي والاستوديو بتاعي. انا تعبت حرفيا جو الصراحه في الاستوديو اكبر وقت ومجهود ممكن. فانت بقى ما تزعلنيش وما تنساش تعمل اللايك بتاعك واشتراكك الاجمد وتبقى واحد من عيله عبد الله رجب. بس كده يا صاحبي في نهايه الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مستني كل اخواتي ان شاء الله لما نوصل 1000 مشترك نحضر لكم وحش القناه ان شاء الله، واللي هيعجبكم انتم شخصيا قبل ما يعجبني انا. سلام يا حبيب قلبي.